السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب العالمين. مكون واحد هيخلي شعرك زي الزبدة. المكون دوت كلنا شايفينه اهوت، هيخلي شعرك جميل سايح. مفروض. حصري على القناة وصفات فيفي. عارفين ده ايه؟ اهو بصوا، معلقة منه هتخلي شعرك سايح وجميل وناعم ومفرود. بصي كلنا طبعا عارفين ده ايه. اتمنى منك الاشتراك في القناة وفعل الجرس واعملوا سبسكرايب عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتنا وبكل حاجة حلوة بنعملها بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم اجمعين. معانا 3 مكونات. ال3 مكونات دول هيفردوا شعرك. كرياتين طبيعي للشعر. حاجة كده من الآخر، يعني هتدعيلي عليها إن شاء الله، تستحق التجربة. لأنها فعلا هي تستحق التجربة، جميلة جدا جدا بالمكون السحري اللي معانا ده، أو المكونات السحرية اللي معانا كلها، ولكن المكون الرئيسي بتاعنا وهو الطحينة. طبعا هتستغربي الطحينة ازاي هنحطها على شعرنا. طبعا عارفين زيت السمسم. زيت السمسم من الزيوت الجميلة الغنية طبعا. طبعا اللي احنا بنستخدمه في فرد الشعر. زيت السمسم من الزيوت الجميلة لفرد الشعر. بيخلي الشعر سايح، سهل التسريح. مفروض كرياتين طبيعي بمعنى الكلمة. هنحط معلقة من الطحينة على باقي المكونات بتاعتنا، هنعملها مع بعضنا. تاني مكون معانا يا جماعة، اتمنى منكم الاشتراك في القناة، فعلوا الجرس، اعملوا سبسكرايب عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتنا. معانا الزبادي او الياجورت او اللبنة بيقولوا عليها في الدول العربية. الزبادي الجميلة، طبعا عارفين الزبادي قد ايه بتفرد الشعر، بتخليه جميل جدا جدا، بيبقى سهل التسريح زي ما احنا عارفين. بس الفيديو دوت يستاهل 100 لايك، بس 100 ايه قصدي 1000 لايك. واكتر كمان، يعني هو بصراحة يعني انا عاوزاه كده، يعني يجيب على قد ما تقدروا لايكات كتير علشان هو فعلا يستحق التجربة. كرياتين طبيعي كده من الاخر، يعني زي ما بيقولوا. بصوا بقى الطحينة مع الزبادي، يا جماله يا جماله، حتى انا شم الريحة يعني تتاكل الاكل كده، ما بالك بقى لما تحطيها على شعرك. طبعا هنحط، لو شعرك طويل هتحطي كوباية زبادي او كوبايتين، حسب طول شعرك. انا باخد اهوت على اساس ان الشعر مثلا قصير. ماشي. طبعا احلى كرياتين طبيعي، احنا عاوزين عيش بقى وهنغمس. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ احلى كرياتين طبيعي للشعر الجاف والناشف والتالف، يعني علاج طبيعي لكل انواع الشعر اللي هو الجاف والتالف والكيرلي. الوصفة دي هايلة 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 ان شاء الله. يعني بصي اخر جمال كده. يعني معانا مكون كمان جميل جدا جدا، هو يعني المكون اللي هنحطه ده، لو حطيت عليه بس مجموعة من الزيوت زي جوز الهند او الزيتون لوحدهم كده برضو، يعني ماسك حلو قوي قوي للشعر، برضو بيفردوا من غير المكونات دي. يعني تخيلي بقى الوصفتين دول احلى من بعض. ايه هو بقى؟ جيل الكتان. جيل الكتان الجميل اللي انا عاملاه بقى اهوت ومصفيه. بصي بقى الوصفة تستاهل، يعني مش 1000 لايك بقى، احنا محتاجين كده 1,000,000 لايك على الكرياتين الطبيعي بتاعنا ده. بصي حاجة من الآخر كده، يعني آخر روعة وآخر جمال والله. بصي هتشكريني على الوصفة دي. بصي آخر، يعني أنا آخر إيه، أنا مش لاقية آخر. الوصفة دي حلوة، حصري على قناة وصفات فيفي. رائع 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 بمعنى الكلمة. 3 مكونات، ال3 أحلى من بعض، ال3 يستاهلوا يعني بجد
التجربة ديت اول ما تشوفي الفيديو تقدر على طول تعملي الوصفة دي. طبعا على شعر نضيف هناخد بايدينا او بالفرشة تقسمي شعرك وتقومي طبعا اسنان نصين، وبالفرشة اللي بندهن بيها او بنوزع بيها الوصفة على شعرنا تقومي قاسمة شعرك بالفرشة وتاخدي من الوصفة كده وتحطي على شعرك كده بالتساوي من الجذور لحد الاطراف. الوصفة دي هتخليها على شعرك ساعتين كده، وبعد كده تغسليه بمية دافية عادي خالص، مفيش اي حاجة خالص، مفيش اي مشكلة. الريحة جميلة جدا، يعني هو ما فيهاش اي حاجة خالص، ما فيهاش اي ريحة. ولكن لو علشان الطحينة تقدري تحطي على الوصفة سنة، يعني نص معلقة من القهوة اللي هو البن بتاعنا. لو حبيتي، ما حبيتيش خلاص، هي ريحته كده جميلة جدا جدا. وبعد كده تغسليه بالشامبو بعد ساعتين وخلاص. على كده هتلاقي الشعر سايح وهتلاقيه مفرود وهتلاقيه جميل جدا جدا، سهل التسريح. كرياتين طبيعي، ولا احلى كرياتين جاهز تشتريه من بره. حاجات طبيعية عندك من البيت وكلها جميلة. كلنا عارفين جل بذور الكتان هو لوحده كرياتين طبيعي بيفرد الشعر وبيغذيه وبيطوله. كمان الزبادي فيتامينات ومعادن طبعا مفيدة لجسمنا ولشعرنا، وبنعمل منها الماسكات وكل حاجة بتفرد الشعر برضو. وكمان بتفك التشابك، بتخليه ناعم جدا جدا. معنا المكون الرئيسي بتاعنا يا جماعة وهو الطحينة. الطحينة يا جماعة بتاعتنا بناخد منها معلقة اهي، اي نوع بقى طحينة عندك بتحطي منها على الوصفة. وادي الثلاث مكونات بتاعتنا اللي تستحق التجربة بجد يعني. بصي كرياتين رائع رائع. طبعا بتدهني الشعر وبتبتدي تمسكي خصلة خصلة كده، وتبتدي تمسكيه من فوق لتحت كده، تفردي بيه الوصفة، تفردي خصلات شعرك بالوصفة بتاعتنا الجميلة دي. الوصفة هايلة هايلة هايلة. اتمنى منكم ترفعوا الفيديو عشان كل الحبايب تستفاد، لان الوصفة دي حصري على القناة بتاعتي بس. ان شاء الله يا رب كده الفيديو ينجح ويجيب كده لايكات كتير كتير ويشير عشان كل الحبايب. ينفع طبعا لبنوتك وليكي، وينفع لكل الاعمار. كلها طبعا كلها وصفات طبيعية من البيت، مش هنتكلف اي حاجة من بره، كل حاجة عندك من البيت ورخيصة، ما هياش غالية. احسن من الكرياتين اللي بتشتريه غالي من بره ما بيعملش اي حاجة ومش بيفيد، والله بالعكس بيضر الشعر. لكن حتى الوصفة لو عملتيها حتى لو ما جابتش معاك النتيجة برضو مش هتضرك. ولكن انا واثقة ان الماسك ده او الكرياتين ده للشعر هيجيب معاكي 100% نتيجة، لانها مجربة وانا بتكلم عن ثقة. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير عشان الفيديو يستحق فعلا التجربة. يا رب كنت خفيفة على قلبكم. بتمنى منكم الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتنا وبكل حاجة بنعملها بإذن الله. ما شيروا الفيديو، ما تنسونيش احلى اخوات في الدنيا. بشكركم من كل قلبي واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله يا احلى اخوات في الدنيا، مع الف سلامة. الفيديو مش عاوز يقفل يا جماعة. خليكم معايا معلش.